في البداية كانت الحياة عادية بالنسبة لناس كتير في كل أنحاء العالم. الطيارات بتنقل المسافرين، المدن مليانة بالأنشطة، والناس مشغولين بأعمالهم اليومية. بس اللي ما كانش متوقع إن اليوم ده هيغير كل حاجة. وفي واحدة من الطيارات كان ريك طيار محترف بيهيئ نفسه لرحلة طويلة ويتأكد من جاهزية الطيارة ويطمن على الركاب اللي موجودين معاه في الرحلة. كان كل شيء باين إن هو طبيعي لحد لما جت اللحظة اللي ما كانش متوقعها حد. فجأة بدأ الركاب يحسوا باضطراب غريب، شوية منهم حس بدوخة شديدة وشوية تاني اختفوا فجأة قدام عينين الباقيين. الطيارة دخلت في حالة من الفوضى، والركاب اللي فضلوا باقيين بدأوا يصرخوا، والطاقم كله حاول يسيطر على الوضع. لكن المشهد كان صادم جدا. ريك مصدوم، ايه اللي بيحصل؟ كان بيحاول يركز على الطيارة وبيحاول يفهم سبب الاختفاء ده. كان اختفاء مفاجئ، وكانت الطيارة بتتهز والركاب مذعورين مليانين بالخوف. لكنه نجح ان هو يهديهم بشكل جزئي باستخدام خبرته كطيار. في اللحظات دي جايدن زوجة ريدر كانت في المدينة وشغالة في مكتبها، وما كانش عندها اي فكرة عن اللي حصل في الطيارة او حوالين العالم. وفجأة بدأت تظهر اشارات غريبة في السماء وفي التلفزيونات. الناس اللي كانوا بيختفوا فجأة بقوا جزء من قلق جماعي، والاخبار بتنقل صور وما فيهاش اشخاص، والمطارات مليانة وزحمة، وتحول المشهد لفوضى وخوف. العالم كله بقى خايف وفي حالة من الهلع. في نفس الوقت بدأت تظهر مشاهد مختلفة في شوارع المدينة. العربيات بتقف في الشوارع، والناس بيدوروا على أحبائهم المفقودين، بيحاولوا يفهموا ايه اللي حصل. الشرطة والإسعاف كانوا عاجزين قدام حجم الفوضى، والناس بدأوا يحسوا ان العالم ما بقاش زي ما عرفوه قبل كده. بعض الأشخاص بدأوا يقولوا ادعاءات ويحاولوا يجاوبوا على اللي بيحصل، وناس تانية حسوا بالخوف من المجهول. بس قليل قوي بدأوا يتسألوا عن السبب الحقيقي ورا الاختفاء الجماعي ده. ريك بعد ما نزل بالطيارة بأمان رجع للمدينة علشان يلاقي كل حاجة اتغيرت بالكامل. أصدقائه وزملائه في الشغل كانوا بيحاولوا يتواصلوا معاه، لكن الكل في حالة صدمة. وفي اللحظة دي أدرك إن عليه إنه يواجه الحقيقة وإنه يحاول يفهم إيه اللي حصل. وبدأ ريك يتواصل مع زملائه، وخصوصا مع هالي زوجته السابقة وكمان ابنة صديقه القديم، عشان يعرف إذا كانوا بخير ولا لأ. وكان القلق بيسيطر عليه، لكنه حاول إنه يفضل هادي عشان يعرف ياخد خطوات صح. وفي مشهد بدأ توم ريدر واحد من العلماء والأشخاص القريبين من الأحداث يوضح إن اللي حصل ده مش مجرد حادثة عادية، لكن هو ظاهرة غير مفهومة لحد دلوقتي ولها تأثير عالمي. الأخبار بتبقى أكثر فوضى والاختفاءات أكتر حدة. الناس في جميع أنحاء العالم بيدوروا على إجابات، بس محدش قادر يقدم تفسير منطقي للي بيحصل غير شعور جماعي بالخوف من المجهول. ريك بدأ يجمع فريق صغير من الأشخاص الموثوق فيهم علشان يعرف إنه محتاج للتركيز وفهم اللي بيحصل بسرعة قبل ما يفقد السيطرة على الأمور. الفريق ضم أشخاص عندهم معرفة بالطيران والإعلام والتقنية علشان يحاولوا يراقبوا الأحداث حول العالم، وبدأوا يحللوا كل المعلومات اللي بتوصل لهم وكل صورة وكل تسجيل وكل خبر عشان يعرفوا نمط الاختفاء ده. وفي واحد من الاجتماعات اقترح ريك إن يكون عندهم خطة لتأمين الأشخاص اللي لسه على قيد الحياة، وكمان يتواصلوا مع الأسر اللي فقدت أحبائها. وكان الهدف واضح: حماية أكبر عدد ممكن من الناس ومنع انتشار الذعر والفوضى. الفريق بدأ في رسم الخرائط وإن هم يتابعوا الطيارات وحصر الأماكن اللي ظهرت فيها حالات الاختفاء عشان يعرفوا إذا كان هناك نمط معين. في الوقت ده ظهر ناس تاني شايفين في الأحداث علامات من النبوات، وإن اللي حصل ده مرتبط بنهاية العالم أو بمحاولة السيطرة على الإنسانية بطريقة غير طبيعية. وبعض الجماعات بدأت تحاول تنشر رسالة عن الأمل والإيمان، وناس تانية حاولوا يستغلوا الوضع عشان ينشروا الفوضى والخوف بين الناس. ريك بالرغم من الصدمة الكبيرة اللي حس بيها ما استسلمش. بدأ يحط خطة عملية إن هو يتواصل مع الجهات الرسمية وحماية المدنيين ومراقبة الأحداث الجوية. ولاحظ إن الطيارات اللي كانت شايلة الركاب في بعض الأحيان كانت بتقع بسبب فقدان الأشخاص بشكل مفاجئ، وده بيزود صعوبة الأمر. ريك وفريقه بدأوا يتنقلوا بين مدينة والتانية وحاولوا ينقذوا أي شخص ممكن إنقاذه ويجمعوا المعلومات عن الاختفاءات. وأثناء التحركات دي كانت كلوي، وهي الشخصية الصغيرة في الفيلم، بتمثل صوت الأمل جوه القصة. كانت بتبعت رسائل إيجابية للأشخاص اللي فقدوا أحبائهم وتساعدهم على التماسك وتفكرهم إن في دايما اللي واقف جنبهم وإن العالم لسه مخلصش. حضورها أضاف بعد جديد وإنساني، وبين إن حتى الأصغر سن ممكن يكون ليه تأثير كبير في مواجهة
مواجهة الأزمات. وريك بدأ يلاحظ إن في أنماط محددة. الأشخاص اللي اختفوا فجأة كان ليهم خصائص مشتركة أو ارتباطات معينة بالإيمان أو الاعتقاد، وده كشف اكتشاف مهم قوي بالنسبة ليه، عشان ده بيدي الفريق مفتاح لفهم اللي بيحصل، ويمكن كمان للطريقة اللي هيتصرفوا بيها، أو كمان يحذروا الناس التانية قبل ما تحصل اختفاءات تاني، وده في اعتقادهم. مع مرور الوقت بدأ الفريق يواجه صعوبات متزايدة على طول. وسائل الإعلام تحت سيطرة بعض القوى اللي بيحاولوا يستغلوا الوضع. المعلومات المتناقضة دايما بتزداد والفوضى مالية الشوارع. ريك قرر إنه ياخد خطوة جريئة، وهي محاولة الدخول للمراكز العالمية للمراقبة عشان يعرف مزيد من الأحداث حول العالم. وبدأ الفريق يحلل البيانات ويتابع الأقمار الصناعية ويرصد الطيارات والمركبات اللي شهدت حالات اختفاء، وكل معلومة كانت بتقودهم لفهم أكبر للأحداث، لكنها كانت بتزود من حجم المسؤولية على كتافهم عشان أي خطأ ممكن يكون ليه ثمن. وفي مشهد من المشاهد اكتشف ريك وفريقه إن في قوة خفية أو حدث غير طبيعي ورا الاختفاءات، ويمكن كان ليه علاقة مباشرة بالتصرفات البشرية أو بمخططات أكبر لسه لم تكتشف بعد. والاكتشاف ده خلاهم أكثر حذرا، وبدأوا يخططوا بعناية لكل خطوة. في الوقت ده بدأ العالم الخارجي يظهر بشكل كامل وتأثير الأحداث دي، والمدن بقت شبه فاضية والطرق مهجورة والمحلات مغلقة، والناس عايشين حالة من الفوضى والخوف. والشرطة العسكرية بتحاول السيطرة على الوضع، لكن الفوضى أكبر من إن هم يعرفوا يحتووها. ريك وفريقه بقوا مرجع للأمل، وبيحاولوا توجيه الناس وحماية المدنيين وتوفير المعلومات الصحيحة بعيدا عن الدعاية والشائعات. الفيلم بيركز على الصراعات الداخلية للفريق، وريك بيحس بالذنب عشان فقد بعض أحبائه، لكن هو عارف إن المفروض يكون قوي دلوقتي. وبعض أعضاء الفريق ممكن يتخانقوا شوية بسبب الضغط النفسي الكبير، لكنهم دايما بيرجعوا لهدف واحد: إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس وفهم اللي بيحصل قبل ما الأوان يكون فات. وريك خلال رحلته المستمرة بين المدن والمطارات بيواجه مواقف صعبة جدا. ركاب بيحاولوا يهربوا، أفراد عائلات بيدوروا على أحبائهم، وحالات وفاة مفاجأة بسبب اختفاء الأشخاص. وكل موقف بيديه درس جديد وبيزود فهمه للي بيحصل. والكمان الفريق بيتعلم السيطرة على الموقف اللي هم فيه، اللي بيحتاج مرونة كبيرة ووعي لكل خطوة. وفي لحظة من اللحظات الحرجة ريك بيكشف إن بعض الأشخاص اللي اختفوا كانوا مرتبطين بعلاقات قوية بالإيمان أو الاختيارات الروحية. والاكتشاف ده بيربط بين الأحداث الطبيعية والروحانية في الفيلم، وبيدي بعد أكبر لفهم الاختفاءات المفاجئة دي. ومع نهاية الجزء الأكبر من الأحداث الفريق كله بقى مستعد يواجه الحقيقة. كل المعلومات اللي جمعوها وكل الدروس اللي اتعلموها وكل الأشخاص اللي حاولوا يساعدوهم بقوا جزء من خطة كبيرة، إنهم يحاولوا يكتشفوا سبب الاختفاءات وتجهيز العالم لمواجهة أي أحداث مستقبلية زي كده. وبعد ما بقى ريك وفريقه على دراية كاملة باللي بيحصل، بدأوا يركزوا على تأمين الناس الموجودين وإنهم يتنقلوا من مدينة للتانية ويزوروا المطارات. كل خطوة كانت محسوبة بعناية، لأن أي خطأ بيهدد حياتهم وحياة اللي معاهم. وفي واحدة من المدن واجه الفريق مشهد صعب جدا: شوارع فاضية بالكامل وسيارات واقفة في منتصف الطرق وأشخاص في حالة ذعر، والأطفال اللي فقدوا أبائهم كانوا بيصرخوا ويبكوا. في الوقت ده بدأ جانب الخطر البشري يظهر بشكل واضح، وبعض الناس استغلوا الفوضى وسرقوا المحلات وكمان ولعوا حرايق، وناس تانية حاولوا فرض سلطتهم بالقوة على اللي اتبقى من الناس. الفريق بقى مضطرب جدا، مش بس عشان يحاولوا يفهموا، لكن علشان حماية المدنيين من الاستغلالات والتهديدات المباشرة. وفي لحظة تانية واجه ريك مأزق شخصي، وهو فقد ناس صغيرين والإحساس بالذنب والإحباط. ورغم ده رجع لزملائه في الفريق وتشجع بيهم ووجودهم معاه، وبالأخص الشخصيات الصغيرة اللي بتمثل الأمل زي الناجين اللي كانوا بيمدوهم بالأمل والدافع للاستمرارية. ومع مرور الوقت بدأ الفريق يجمع علامات مادية وروحية للحدث الغامض ده، والأشخاص اللي اختفوا سابوا وراهم أثر غريب: أغراض متروكة بشكل غير كامل، سيارات واقفة فجأة، وأشياء شخصية محدش لمسها. والأدلة دي ساعدت ريك في تأكيد إن اللي بيحصل مش مجرد اختفاء عادي، لكن ليه بعد أعمق ويمكن ليه علاقة بأمور روحانية. ريك وفريقه ما اقتصروش على مجرد جمع المعلومات، لكن حطوا خطة للوقاية والإنقاذ. ريك هو مسؤول عن التنقل الجوي والعمليات الطارئة، والفريق التواصل مع المدنيين وتقديم الدعم النفسي، وكمان التكنولوجيا وتحليل البيانات والتنبؤ بالاختفاءات وضمان وصول المعلومات بدقة
وسرية. وفي واحدة من الرحلات مجموعة كبيرة من الأشخاص الناجين في مدينة شبه مهجورة، والفريق حاول ينظمها ويوفر لهم المأوى والأكل، وكمان بيتصلوا بأقاربهم. والمشهد ده بين الأثر الإنساني للأحداث، وإزاي ممكن إن التضامن والدعم يمكن يكون الفرق بين الحياة والموت. قد إيه كان دور الفريق ده مهم لحياة ناس، وبدأ يلاحظ إن الإيمان والتصرفات الأخلاقية ليها تأثير على الحدث ده والاختفاءات، وده بيدي فيلمنا بعد فلسفي وروحي كمان. وريك وفريقه بقوا مرجع الأمل للناجين، وكانوا بينقذوا الناس ويوفروا المعلومات الدقيقة ويشجعوهم على الثبات. والأطفال كانوا بيلاقوا في الفريق دعم نفسي وروحي، حتى الكبار كانوا بيتعلموا إزاي يتعاملوا مع الوضع الغريب والمعقد. مع مرور الوقت بدأ الفريق يفكر في خطة طويلة المدى، مش بس عشان حماية الناس دلوقتي، لكن لفهم الظواهر بالكامل وتأمين مستقبل الناس دي. وبدأوا يركزوا على المراقبة وجمع البيانات العامة. الفريق بقى أكثر خبرة واستعداد للمواجهة ومواجهة أي حدث مستقبلي. كل شخص في الفريق اتعلم درس جديد عن الحياة، التضحية والتضامن والأمل. كانوا عارفين إن اللي بيحصل مش مجرد فوضى هتعدي وخلاص، لكن بداية حدث عالمي كبير، وإنهم هيكونوا في قلب الحدث ده وبيساعدوا الناس ويدافعوا عن الأبرياء. قد إيه وعيهم ده كان مصدر نور لكل الناس اللي حواليهم. وبعد أسابيع من الاضطراب والفوضى بقى ريك وفريقه على دراية أكبر باللي بيحصل، وابتدت جهودهم في توحيد الناجين وتأمينهم من الفوضى اللي اجتاحت المدن. وكانوا بيسافروا بالطيارة ويزوروا المدن الكبيرة وبيحاولوا يجمعوا المعلومات من الأماكن المتضررة، وكل خطوة كانت محسوبة بعناية. وفي اللحظات الأخيرة قبل نهاية الفيلم بيظهر ريك وفريقه وهم واقفين في مطار كبير شبه فارغ وبيراقبوا اختفاءات جديدة وتداعياتها على العالم. المشهد بيعكس الشعور بالمسؤولية والثبات وسط الفوضى. الفريق عارف ان العالم اتغير للأبد، وانهم هيكونوا في قلب الحدث ده بيحاولوا يساعدوا الناس ويحموا الأبرياء، لكنهم كمان مدركين ان اللي بيحصل اكبر من اي فرد او مجموعة. بعد كل الفوضى والاختفاءات دي واقف ريك وكلوي على تل بيبص على المدينة وهي شبه مدمرة والشوارع فاضية والمنازل مهجورة. كلوي بصت على الأفق كده وعينيها مليانة بالعزم، وريك حس بتقل المسؤولية، لكنه أدرك إن جهودهم مش هتروح كده وخلاص، وكل خطوة وكل إنقاذ كان بمثابة شعلة أمل في وسط الضلمة. إحنا مش ناجين بس، إحنا الأمل اللي ممكن يغير العالم. والطيارة اللي شايلة الفريق بتطير فوق المدينة، وكلوي بتبتسم رغم كل الخسائر، ورحلتهم مستمرة. شعور بالقوة والتفاؤل مالي الجو رغم الدمار، وأفق مضاءة بضوء شمس جديد، وكأن العالم بيمنحهم بداية جديدة. العالم اتغير، لكننا هنفضل نحمي الأبرياء ونقف مع الحق، لأن الأمل الحقيقي ما بيموتش أبدا. والمشهد بيخلص بإحساس وقوة وشجاعة وأمل، مع تشويق للجزء اللي جاي. المغامرة ما خلصت، والتحديات الجاية هتكون أصعب، والقرار علينا إننا نثبت إن الخير والأمل أقوى من أي قوة تحاول تسيطر على العالم. كمان لما نكون عارفين الحق، هو ده اللي بيفرق. القوة الحقيقية مش في السيطرة أو القوة المادية، لكن في الإيمان والوحدة والصبر لمواجهة الظلم. مهما كان الشر كبير، الأمل والحقيقة هيفضلوا دايما نور بيهدي البشرية. لو عجبك الفيديو والقصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش أي جزء من مغامرتنا الجاية. خليك قريب.